جايب لك تحفة فنية بمعنى الكلمة. تمثال من مصر القديمة. آه، ناس تقول عليه فرعوني، وناس تقول تمثال مش عارف ايه، وناس تقول تماثيل فرعونية، لكن المسمى الحقيقي تمثال مصري. تمثال مصري من الحضارة المصرية القديمة. المهم، تمثال اللي انا جايبه لك ده تمثال للكاتب باندو والزوجة بتاعته. هو والست بتاعته قاعدين في قعدة جميلة لطيفة، بتبين قد إيه كان المصري القديم وعلى مر العصور لغاية وقتنا ده بيحترم ويحتوي الأنثى وبيقدرها. كمان هي بتبادله نفس الشعور. التمثال سبحان الله كأنه هيتكلم. تمثال الكاتب باندوا والجميلة زوجته، مصنوع من الحجر الجيري، وعثر عليه في دير المدينة بالأقصر، والآن محفوظ في متحف تورنيو بإيطاليا. دايما لو مش متابعني هيفوتك حاجات كتير، عشان كده لو مش متابعني يا ريت تتابعني حالا دلوقتي علشان يوصلك كل جديد، وكل يوم معلومة جديدة وحكاية جديدة وتمثال وتحفة من حضارة أجدادنا. هو ده تاريخ مصر، وهو ده الحاجة اللي ممكن أو المفروض إنها نتفرج عليها ونتعلم منها. دي كل يوم في جديد، لأنهم على طول دايما حياتهم كلها أرخوها في سواء كانت عبارات مكتوبة أو تماثيل بتحكي حياتهم اليومية.